99% من تشخيصات ألم الركبة أثناء طلوع ونزول السلم غلط، ودي للأسف حقيقة. لو كل ألم سلم اسمه خشونة يبقى نص الشباب عندهم خشونة، وده طبعا غير حقيقي. الأسطورة الأولى إن ألم السلم بيساوي خشونة، والحقيقة إن أشهر سبب في الشباب للألم أثناء نزول السلم بالذات ما يسمى بالباتيلوفيمورال بين سندروم أو متلازمة الألم الأمامي للركبة، وهو اضطراب تحميل مش تآكل في الغضاريف، وعلاجه الأساسي هو تعديل التحميل بالعلاج الطبيعي وتقوية عضلات الكوادريسبس وعضلات الحوض وتصحيح ميكانيكا الحركة، مش الحقن ولا المسكنات. الأسطورة الثانية هي إن الأشعة هي الحكم. أبدا، كتير من الناس عندهم تغيرات في الأشعة وما عندهمش أي ألم، فما نعملش أي أشعة رنين نلاقي فيها مثلا أي حاجة بسيطة نقول هو ده مصدر الألم. التشخيص هو clinical correlation، يعني ربط ما هو موجود داخل الأشعات بالفحص الإكلينيكي للمريض. عشان كده مش مقبول أبدا إن حد يبعت صورة ويقول يا دكتور إيه رأيك في الكلام ده وإيه التشخيص. لازم الفحص زائد الأشعات. أما الأسطورة الثالثة فالنزول أقل خطورة من الطلوع. العكس هو الصحيح، النزول بيضغط على مفصل الرضفة بقوة أعلى من الطلوع 5 ل 7 مرات وزن الجسم. لو ألمك في النزول بس فده غالبا ما يسمى بالباتيلو فيمورال اوفرلود او التحميل الزائد على مفصل الرضفة. الأسطورة الرابعة وهي عدم الثبات، ده بيساوي ضعف عضلات. لو المريض بيقول لك ركبتي بتفلت وانا نازل، لازم نفكر في إصابات داخل المفصل زي إصابات الرباط الصليبي الأمامي، مش مجرد ضعف في العضلات. ألم السلم مش تشخيص، هو اختبار ميكانيكي. لو ما سألتش الاتجاه، يعني وانا طالع اكتر ولا وانا نازل اكتر، فانا فقدت نص التشخيص.